معانا النهاردة قصة من أغرب وأبشع الحاجات اللي هتسمعوها. قصة الرعب الحقيقي لما الأب نفسه يبقى الجد. إزاي ممكن إنسان يقفل على بنته 24 سنة تحت الأرض، يخليها سجينة ضحية وأم لأولاده اللي هم كمان أحفاده؟ الليلة هنفتح باب قبو في النمسا. قبو عاش في السر المرعب ده ربع قرن كامل. ده مش فيلم، دي واحدة من أبشع القصص الحقيقية اللي حصلت في النمسا. وما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. سنة 1984 بنت عندها 18 سنة اسمها إليزابيث. آخر مرة الناس شافتها فيها كانت وهي ماشية ورا أبوها، لما قال لها تعالي في حاجة تحت البيت لازم تشوفيها. وبمجرد ما دخلت لقت نفسها في قبو، والباب قفل بقوة بعد دخولها، وكأنها إشارة ليها إن خلاص دي آخر مرة هتطلع للعالم تاني. ومن اللحظة دي ما فيش حد شاف إليزابيث. الناس قالوا إن البنت هربت، لكن الحقيقة إنها ما خرجتش من تحت لسنين طويلة. كانت عايشة في عالم مظلم وغدر غير متوقع إطلاقا. القبو ده ما كانش مجرد أوضة تحت البيت، كان متاهة مصممة بعناية علشان تبقى سجن. جدران خرسانة سميك تخنق الصوت، وباب حديد مخفي، وممرات ضيقة كل خطوة فيها تقفل عليك من كل ناحية. هنا ما كانش فيه ليل ولا نهار. هنا جوزيف كان بينزل كل يوم، مش بس ومعاه الأكل لكن ومعاه جحيمه. اعتدى على بنته يوم ورا التاني لحد ما بطنها كبرت وبقى معاها أول طفل. ومن اللحظة دي بدأت أبشع حقيقة ممكن يسمعها الإنسان. الأب بقى أب، وفي نفس اللحظة بقى الجد. جوه القبو اتولد 7 أرواح بريئة. 3 منهم عاشوا محبوسين جنب أمهم، عمرهم ما لمسوا نور الشمس ولا شافوا غير الجدران. و3 تانيين جوزيف طلعهم فوق وقدمهم لمراته كأنهم هدية من بنتها اللي هربت، وقال لها إن إليزابيث سابت العيال قدام البيت. إما السابع طفل مات وهو لسه رضيع. جوزيف ما فكرش يدفنه، خده ورماه في فرن البيت ولا كأنه بيرمي حتة خشبة. وهنا الكارثة بتضرب العقل زي الرصاصة. كل طفل اتولد هو ابن إليزابيث، وفي نفس اللحظة أخوها. الأب مش بس وحش، لأ، ده شيطان واتجسد على هيئة إنسان. 24 سنة مش مجرد زمن، ده كان قبر مفتوح تحت الأرض. أطفال اتولدوا وكبروا من غير ما يشوفوا السماء. كانوا بيخبطوا على الحيطان بخربشات ضعيفة علشان يحسوا إنهم لسه عايشين. سنة 2008 كريستين، واحدة من أطفال القبر، وقعت وكانت مريضة بشكل خطير. جوزيف اضطر لأول مرة من سنين يطلعها بره ووداها للمستشفى. الدكاترة أول ما شافوها اتجمدوا في مكانهم. كان شكلها غريب جدا، بشرة بيضة بشكل مرعب، وعظمها كان ضعيف بشكل غريب كأنها ورقة مش إنسان. لما عملوا تحاليل الدم الصدمة كانت أوضح. مفيش في جسمها فيتامين د، وده معناه حاجة واحدة، إن البنت دي عمرها ما تعرضت لشمس ولا حتى دقيقة واحدة في حياتها. سألوه فين مامتها، حاول يزور جواب تاني بخط إيده باسم إليزابيث، لكن الكدبة المرة دي ما عدتش. الشك اتأكد والشرطة اتحركت، والأول مرة من 24 سنة باب القبو الحديد اتفتح وطلع منه الرعب كله للنور. وهنا الشرطة دخلت، وكانت الريحة صعبة على حد انه يستحملها، والضلمة كانت مرعبة. شافوا الأوضة والجدران والألعاب المكسورة ورسومات الأطفال على الحيط، واتحبس جوزيف بتهمة اغتصاب وقتل وحبس واستعباد.
القاضي حكم عليه بمؤبد. في آخر الجلسة الجملة هزت القاعة: أنا بس كنت عايزهم يعيشوا معايا دايما. 24 سنة زمن بيتقاس بالصراخات مش بالساعات. 24 سنة بنت اتحبست في بطن الأرض وأمومة اتلوثت بجريمة ملهاش اسم. الأطفال اللي المفروض يضحكوا ويلعبوا اتولدوا في ضلمة، عيونهم اتعلمت تخاف من النور قبل ما تشوفه. كل واحد فيهم كان شاهد حي على إن الأب ممكن يتحول لشيطان، وإن الدم ممكن يتلوث لدرجة إنه يبقى لعنة. إليزابيث خرجت من القبو، بس هل خرجت من الجحيم اللي عاشته؟ إزاي هتنسى أول خطوة اتقفل وراها؟ أول مرة سمعت المفتاح بيرن وهو بيحبسها؟ إزاي عيالها يعرفوا يعيشوا حياة طبيعية وهم اتولدوا من أب هو في نفس اللحظة جد؟ القبو اتقفل، لكن الحقيقة ما اتقفلتش. الحقيقة إن في أرواح اتدفنت وهم لسه عايشين، في طفولة اتسرقت واتحرقت، في قلب اتكسر ومش هيتصلح. وفي النهاية مش السؤال إزاي جوزيف عمل كده، السؤال إزاي العالم كله نايم 24 سنة ما سمعش صراخات تحت الأرض. الرعب الحقيقي مش الأشباح، الرعب الحقيقي لما المفروض اللي يحميك يكون هو اللي بيقتلك بالبطيء، وده يا جماعة أبشع من أي موت. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.